في مدرب بيكسب $100,000 في الشهر، ومدرب تاني قرر ان هو يشتغل فول تايم بجانب عمله التدريبي عشان يصرف على البيزنس بتاعه. الفرق مش في الموهبة، الاتنين شاطرين وطموحين، بس واحد منهم فهم اللعبة، فهم ان مفيش حد هيجي ينقذه او هيخاف على شغله زيه، فابتدى يطور من نفسه مش بس كمدرب لكن كصاحب بيزنس. ابتدى يفهم يعني ايه عرض هاي تيكت لا يقاوم، ويحطه في انهي مسار تسويقي عشان يقدر يسوق له ويبيعه ويتوسع فيه من خلال الاعلانات اللي بتمول نفسها بنفسها لما بتكون المنظومه كلها صح. اللي بيكسب في اللعبه مش احسن منك، هو بس اختار ان هو يفهم اللعبه مش انه يبطل لعب. فلو عايز تفهم اللعبه صح وتتعلم ازاي تخلي شغلك مش بس بيدور لوحده لكن كمان بيصرف على نفسه، فانا جهزت لك دلوقتي ميني كورس هيساعدك جدا في الموضوع ده. لو مهتم بيه اكتب لي كلمة كورس في التعليقات علشان تسجل في قائمة الانتظار اول ما تنزل قريبا باذن الله وتلحق مكانك بخصم حصري.